ارنولد، اذا انت ما تريد تجدد عقدك مع المنتخب الوطني وتريد تترك المنتخب، فهذا مو على حساب مشاعرنا ولا على حساب سمعة الكرة العراقية. اليوم فضيحة كروية ما تعرضنا إليه امام المنتخب السنغالي، لا هو هذا المنتخب اللي لعب ذيك المباراتين ولا ارنولد هو ارنولد نفسه المدرب اللي خلال كل هاي الفترة. اليوم اللي صار على حساب المنتخب الوطني تكريم لبعض الاسماء، اليوم اللي حصل مع المنتخب الوطني تشويه لسمعة العراق. ارنولد، اذا انت ما تريد تجدد عقدك مع المنتخب الوطني وتريد تترك المنتخب، فهذا مو على حساب مشاعرنا ولا على حساب سمعة الكرة العراقية ولا على حساب كرامة الشعب العراقي. اليوم اللي لاحظ تبديلات ارنولد في المباراة قبل ان اخوض بتفاصيلها، اللي لاحظ التبديلات هو تكريم لكل اللاعبين حتى يشاركون بكأس العالم، بس على حساب شنو؟ على حساب 5 أهداف ومهزلة كروية وفضيحة تعرضنا لها أمام العالم. التلاعب بالتشكيل، المباراة أو التشكيلة اللي دخلت المباراة تخليك تصفن وتدوخ وتراجع حساباتك. هذا المدرب جاي يسوي بإشراك فرانس بطرس على جهة اليمين، اللاعب الأساسي حسين علي وبديله مصطفى سعدون في كل المباريات، وفرانس بطرس ما شفناه لا في ودية ولا في رسمية ولا في يوم من الأيام أنا شفت فرانس بطرس مع أرنولد خلال هاي الفترة على الأقل. تجي في مباراة أمام السنغال تكرم اللاعب فرانس بطرس وتلعبه أساسي في هاي المباراة. زين، كل خياراتك وحساباتك أنت بالفترة الماضية مبنية على حسين علي ومصطفى سعدون، وردت واحد وياهم ثالث جبت داريو نام وما اقتنعت به. اجيت انت قعدت حسين علي، قعدت مصطفى سعدون، اشركت فرانس بطرس، ما اعرف ليش. ريبين سولاقة انطيته فرصة، لاعب سيء لا يصلح ان يمثل المنتخب الوطني بعد اليوم، وكثير من اللاعبين ايضا.